فكرة جات لي وطبقتها، ومن كتر ما انا حبيتها قلت لازم اشاركها معاك، وهفرح قوي لو حد بعت لي صور ان هو طبقها عنه ومشي عليها. يلا بينا. اول حاجة جبت الورق وقصيته وكتبت فيه الحاجة اللي انا عايزة اقرأها مكان ما انا عاوزة اقرأها. يعني اول حاجة جبت الورق وقصيته وكتبت فيه دعاء دخول المنزل والخروج من المنزل، ولزقته في المكان اللي انا هقرأه فيه، اللي هو على باب الشقة في الدخول والخروج. وشفت اقرب مكان للسرير لمكان النوم، وكتبت فيه دعاء النوم ودعاء الاستيقاظ من النوم، وهكذا بقى. اكتر مكان بتشوفيه بكتب فيه اذكار وادعية. هنا انا برضو من الاماكن اللي شفتها كتير كتبت فيها اخر سورة البقرة. انت براحتك اكتبي اللي انت عاوزاه. ومكان ما بعلق اللبس كتبت اللي يخص اللبس، والمكان اللي جنب المراية كتبت اللي يخص المراية. واحلى حاجة بقى مكان ما بصلي كتبت السورة اللي بتتقرأ بعد كل صلاة، وبيبقى جنبي المصحف، بخلص الصلاة واقرأ على طول. ومكان بقى ما احنا بندخل المطبخ على الناحيتين كتبت برضو أذكار وأدعية زي ما انت حابة. اكتر اماكن انت بتشوفيها هي اكتر اماكن تكتبي فيها. واحلى حاجه في الموضوع ان هي لما بتبقى ملزوقه كده بتذكرك ان انت تقوليها اكتر من مره طول ما انت ماشيه رايحه جايه. انا كمان عندي اماكن محدوده، حتى هنا كمان حطيت قدام البوتاجاز اللي احنا ما بنقومش منه. كل الاماكن اللي انت قريبه ليكي تكتبي فيها اللي انت حباه كله. بتساعدك انت واللي في البيت تتذكروا دايما ان انت تقوليها. انا حتى الدولف اللي فيها الخزين اللي انا بفتحها كتير سواء مكرونه والحاجات بتاعتنا دي برضو كتبت عليها. انت هيبقى عندك الاماكن اكتر، دخلت ريسبشن، دخلت اوضه اطفال، طرقه. الاماكن حاولي بقدر الامكان يبقى اماكنك كتير وتوزيعتك كتير والاذكار والادعيه كتير. ودي ميزه حلوه قوي قوي قوي، هتخليكي تتعودي وتعودي اللي في البيت عليها من غير لا تمسكي موبايل ولا تقولي لا انا هقعد اقرا او هعمل. ميزه حلوه قوي وطريقه حلوه قوي. ويا سلام بقى لو عندك بيبي صغير وانت رايحه وانت جايه تقراي بصوت عالي هيحفظ الحاجه من غير ما تقعدي تحفظيه. نفسي بجد ما تكسلوش، ومفيش احلى من دي مشاركه نشارك بعض فيها ونشجع بعض عليها.